السلام عليكم اخواني اخواتي. اليوم عندي وجبه ديال الشلاضه كنوجدها. اليوم جايين عندي الوالدين ديالي، اليوم كنوجد لهم شلاضه بالخضره. عندي هنايا 250 غرام ديال الرز مسلوق مع الشلبانه، عندي هنايا الباربه، عندي الخيار، عندي خيزو، اللوبيا، البطاطا، الخس، التركيه. عندي هنايا لاصوص اللي غنخدم انا، عندي مايونيز انايا مثل لاصوص ديالها باش خفافت. عندي هنايا مايونيز، الزيت، هنايا عندي الخل والملح. ونبداو على بركه الله. كما كتشوفوا هنا عندي مايونيز، انا عامله الروز والجلبانه. كنعملوا هاد التركيه هادي، كنخلطوا هادشي هنايا مع هاد المايونيز. هاهي كتشوفوا هي راني خلطتها دابا ندوزو على الزيت ديالنا اللي غنوجدو فيه الشلاضه. الخس هو عندي مغسول ومنشف. العبار في الزلافه باش تجيني مقاده في الوسط. عندي هنايا واحد معلقه ستيتوه ديال مايونيز مع شتيتو ديال الزيت، وكنحركو مزيان. كيجي واحد المذاق هائل مع هاد المايونيز، عفوا هاد الليموطات والخل كيجيو مزيونين في الشلاضه. دابا كنسقيو هادي دابا البطاطا، هي مقطعه عندي ستيتوا. كما كتشوفوا ها الشلاضه ديالنا وجدات. تاكلوها بالصحه والراحه. ما تنساوش تعملوا لي كومونتير واللايك ومشاهده. وشكرا لكم اخواني خواتي داخل المغرب وخارج المغرب. كنشكركم بزاف البنات، اختي نعيمه، اختي حسنه، حاجه فاطمه، وكاملين كنقدم لكم هاد التبصيل ان شاء الله.